مبقاش بزاف الامتحانات وخاصكم توجدوا راسكم ليهم. هاد الفترة ممكن تكون مرهقة وعامرة ضغوطات، ولكن مع التحضير الجيد لورغانيزاسيون يمكن لكم تجاوزوا هاد المرحلة بنجاح. ميزامي ازول في اللون، مرحبا بكم معايا فيديو جديد هاد النهار. غنهضروا على كيفاش توجدوا راسكم الامتحانات بطريقه اللي افيكاس باش تجيبوا نقيطات زوينين اللي تفرحكم وتفرح الناس اللي كيبغيوكم. الا كان هذا الموضوع كيهمكم خليكم معايا. قبل ما نبداو اشتركوا في القناه، خليو جنب باش تدعموني وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ما عرفتش امتى تشوف هذا الفيديو، بالحق شنو ما كان الوقت اللي بقى ليك كنأكد ليك انك بامكانك بهاد النصائح اللي غنعطيك تنجح وبنقاط عاليه. في هذا الفيديو غنقسم النصائح لجوج اجزاء رئيسيين. الاول غيكون خاص بالمواد الادبيه والثاني كيركز على المواد العلميه. بلا ما نطول عليكم يلا نبداو. تحضير المواد الأدبية كيتطلب فهم عميق وتحليل دقيق للنصوص، حفظ التواريخ، الظواهر، الأسباب إلى آخره. أي خصك تكون قادر على استيعاب الأفكار الرئيسية في النصوص، استخلاص المعاني والرموز الأدبية. داكشي علاش غادي نعطيك بعض النصائح اللي غتعاونك بزاف في التحضير لهاد المواد بشكل اللي هو فعال. تنظيم الوقت هو المفتاح الأساسي لأون بريباراسيون إفيكاس. دير جدول زمني مفصل كيحدد الساعات اللي غتخصصها لكل مادة. مثلا تقدر تخصص ساعتين اللغة العربية، ساعة اللغة الفرنسية، ساعة للفلسفة، ساعة الاجتماعيات إلى آخره. كل مادة دير ليها الوقت اللي غدوز فيها وتحترمه. ولكن دير في بالك تخصص فترات ديال الراحة في هاد الطابلو بين كل مادة ومادة، حيت هاد الاستراحة هي اللي غادي تعزز التركيز ديالك وكتمنع حتى الارهاق. وباش دير هادشي كامل اللي قلت لك تقدر تخدم دي زابليكاسيون باش تتبع التقدم ديالك في المراجعة وتلتزم بالجدول الزمني ديالك. ملي تكون كتوجد النصوص الأدبية، القراءة السريعة عمرها ما كتكون كافية. خاصك ضروري دير قراءة عميقة ومركزة باش تفهم ما بين السطور. وديما في القراءة ديالك استعمل دي ماركور بألوان مختلفة باش ديما تحدد النقاط المهمة، بحال الشخصيات الرئيسية، أحداث المحورية إلى آخره. كتب دي غمارك على الهامش باش تلخص الأفكار الرئيسية في كل بارتي، وما ترددش تقرا النصوص أكثر من مرة، حيث في كل مرة غادي تكتشف حاجات أخرى اللي ما بانش ليك في القراءات الأولى. المراجعة المستمرة هي أحسن طريقة لتثبيت المعلومات في الذاكرة. دونك خصص وقت كل نهار باش تراجع أي حاجة شفتيها قبل. يمكن لك تخدم خرائط ذهنية باش تلخص لي زانفورماسيون بشكل اللي هو منظم. حاول ما تسناش حتى الايام الاخيره قبل الامتحان عاد تراجع، حيت هادشي غادي يدير ليك غير ستريس. التقنيه المفضله عندي واللي كنصح بها المراجعه هي تقنيه المراجعه النشطه، اللي هي تقنيه بسيطه وممتعه. شنو كدير؟ كتسد دفتر الملاحظات ديالك وكتبدا تهضر مع راسك، سيتادير غطرح الاسئله على راسك وغتحاول تجاوب عليهم. إلا خدمتي نماذج سابقة هادشي غادي يعاونك على فهم نوعية الأسئلة وكيفاش تجاوب عليها. قلب على امتحانات السنوات السابقة، موجودين كاينين باختو، وخدمها بوحدك في ظروف كتشبه الامتحان الحقيقي. يعني حاول جاوب بلا ما ترجع لي نوت ديالك وبلا ما تجاوز الوقت المحدد لداك الامتحان. دونك ما غتاخدش راحتك في الخدمه وقت ما ساليتي. علاش؟ حيت تو سامبلومون هادشي غادي يعاونك في تحسين المهارات ديالك في اداره الوقت. ملي تسالي وتصحح حاول دير تحليل الاخطاء اللي كديرها وتعلم منها باش تفاداها نهار الامتحان. لا بريباراسيون مع صحابك تقدر تكون فعالة بزاف، خاصة في المواد الأدبية اللي كتعتمد على الفهم والنقاش. داكشي علاش حاولوا تنظموا جلسات دراسية مع صحابكم باش يكون تبادل الأفكار والمعرفة.
يمكن مثلا كل واحد فيكم يشرح واحد البارتي، وهكذا غتعاونوا بعضياتكم في الفهم ديال المواد بشكل افضل واعمق. تقدروا تبادلوا الادوار في طرح الاسئله والجواب عليها، وهكذا غادي تعززوا التفاعل والنقاش البناء. حاول ما تقتصرش غير على الكتب المدرسية، قلب على مصادر إضافية، مثلا مقالات أدبية، دراسات نقدية، فيديوهات تعليمية في يوتيوب إلى آخره. هاد الموارد تقدر تعطيك وجهات نظر جديدة وتحليلات مفيدة تعاونك على فهم النصوص بشكل أفضل. حاول كذلك تقرأ مثلا تحليلات نقدية مختلفة لنفس النص الأدبي، حيث هادشي غيعاونك تفهم وتتعمق أكثر. على عكس المواد الأدبية، المواد العلمية كتطلب التركيز على فهم النظريات والقوانين وتطبيقها في حل المسائل إلى آخره. داكشي علاش غادي خصك تطور مهارات التحليل والتفكير النقدي باش تستخدم المعارف العلمية دون مانيير إفيكاس. في هذا الجزء غادي نعطيك نصائح محددة تعاونك على التفوق في المواد العلمية. بحال في المواد الأدبية، حتى في المواد العلمية غادي دير جدول زمني تحدد فيه الوقت المخصص لكل مادة، وتحدد الأهداف اللي باغي توصل ليها كل نهار، وما تنساش أوقات الاستراحة. المواد العلمية كتطلب فهم عميق للنظريات عوض حفظها فقط. داكشي علاش خاصك تحاول تفهم هاد الخاصيات هادو وتخدمهم في التمارين ديالك. نصيحة اللي غادي نعطيك، تفرج فيديوهات تعليمية اللي غادي تعاونك تفهم اكثر كيفاش تخدم. تلخيص ديال الدروس كيعاون على تبسيط المعلومات وكتولي سهلة في الفهم والمراجعة. دونك حاول دير تلخيص لكل بارتي بطريقة اللي كترتاح فيها، سواء كانت دي تابلو ولا بطاقة تعليمية اللي كتلخص الأسئلة المحتملة. وتقدر تخدم حتى بلي فلاش كاردز باش تراجع المفاهيم بشكل سريع وفعال. في المواد العلمية التمارين هي الساروت ديال الفهم. من ورا ما كتقرا واحد النظريه ولا خاصيه الى اخره، دير واحد المجموعه من التمارين باش تطبق داكشي اللي تعلمتي. قلب على التمارين في كتب مدرسيه ولا مصادر اضافيه باش يكون تنوع. ديما خدم التمارين بوحدك بلا ما تشوف الحل حتى تسالي وصحح الاخطاء ديالك. وبيان سور ما ترددش في انك تطلب المساعده من الاساتذه ديالك واللي كيقراو معاك في حاله اذا واجهتي صعوبه في حل التمارين. بحال كيما قلت لكم في المواد الادبيه، الا خدمتي مع جروب غتستافدوا بزاف من بعضياتكم، وانتم كتناقشوا كتخدموا تمارين مجموعين. حاول تخدم الامتحانات السابقة باش تعرف نوعية الأسئلة اللي كيتحطوا وكيفاش تجاوب عليهم. ديما حط راسك في ظروف ديال الامتحان الحقيقي باش تدرب على احترام الوقت، وفي التالي راجع الأجوبة ديالك وصحح الأخطاء ديالك كيف قلت لك في المواد الأدبية باش تفاداهم من بعد نهار الامتحان. الحفاظ على الراحة ديال العقل ديالك والجسم ديالك حتى هو جزء أساسي من تحضير الامتحانات. دير الرياضات المشي اليوغا باش تخفف التوتر وزيادة التركيز. حافظ على نظام غذائي متوازن، شرب الماء مزيان، وديما قبل الامتحان تنفس مزيان وبعمق باش تهدأ الأعصاب ديالك. كنتمنى هاد النصائح تكون مفيدة لكم في التحضير ديال الامتحانات النهائية ديالكم. ما تنساوش أن النجاح في أي حاجة كيطلب التحضير الجيد، تنظيم، الصبر والاستمرارية. اي فوالا، هكذا نكونوا سالينا لا فيديو ديال اليوم. الى عجبتكم ما تنسوش تبارطاجيوها مع صحابكم. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبكم. نشوفكم في فيديو جاي.